السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل حلقه تفريز المانجا، حلقه سهله وخفيفه وجميله ويا رب تنال رضاكم ان شاء الله. بما ان احنا في موسم المانجا، طبعا المانجا ماليه الاسواق وبدات تغلى، يعني طبعا خلاص، يعني هي بادئه من زمان فبدات تغلى. طبعا احنا حابين ان احنا نخزن المانجا. طيب هي ايه انواع المانجا اللي هنخزنها؟ طبعا انضف حاجه هي الاسماعيلاوي دي اللي انا جايبها لكم، ديت اللي هي الخضراء ديت، تخزين واكل وشرب، طعمها رائع. طيب والنواعم ديت هي حلوه في تزيين الكيكات مع الكنافه وبرده عصير. يبقى احنا معانا احسن طعم معانا والتخزين دلوقتي هي دي الاسماعيليه. وطبعا حابه اشكر اهلنا في الاسماعيليه، احلى مانجا طبعا، ويا رب دايما يكتر الخير. طيب هنخزنها ازاي؟ اول حاجه تنقيها حلوه كده، ما تنقيهاش جامده قوي. طب لو انا جايبه كرتونه وفيها الجامده قوي، سيبيها زي ما هي، لانك لو خزنتيها جامده هتطلعيها مش هتعرفي تعملي بيها حاجه وهترميها. طيب تتخزن ازاي؟ يا اما تقشريها وتحطيها كده، طبعا ديت انا عاملاها ومجهزاها، يا اما تقطعيها كده وتحطيها في قلب الاكياس، يا اما تعبيها في علب. اي علب بقى عندك، اي علب عندك ممكن تحطيها، لو انت عندك المكان في الفريزر كبير ويساعي براحتك. يا اما تخزنيها زي ما انا مقطعاها كده ومطلعاها ومصفياها، يا اما هتقطعيها كده هتعمليها كده على حسب بقى انت عايزه قد ايه. عايزه مثلا تحطي 2، عايزه تحطي واحده، والله بقى تراجعي. يبقى انا عندي طريقتين للمانجا، يا اما اخزنها كده سليمه صحيحه، يا اما اخزنها اقطعها واظبطها زي ما انا عاملاها كده. ودي الطريقه اللي انا بستخدمها وما بحطش عليها اي حاجه، لا بحط عليها سكر ولا حاجه. ويا اما تحطيها في العلبه ديت او اي علب انت هتشتريها بقى من عند العطار وتخزنها. يبقى احنا عندنا طريقتين كمان للتخزين، ما بحطش عليها سكر وما بحطش عليها اي حاجه، تفضل معايا من اول ما بخزنها لاخر كيس لميعاد المانجا. اقسم بالله ما فيها الهوا، كانها لسه جديده. ماشي. طب والنواعم دي طبعا بصوا كده، لو عندك انت مقشره البطاطس قشري بقى عشان ما تطلعش معاك لحم كتير او قشر كتير، بتبقى سهله. يعني شوفوا سهله بقى، سهله جدا كمان في التطليع، بتبقى حلوه اهي. تمام. يبقى دي هتقطعيها زي ما هي كده او تعينها برده براحتك انت زي ما انت عايزه. هنعملها ازاي برده؟ الخضر هتجيب بالسكينه عادي، لو انت عايزه اسرع حاجه ممكن برده تقشريها كده زي ما انا بقشرها عادي كده، هتقشريها. بصوا كده، شوفوا الجمال بتاعها والحلاوه. بصوا اهي اظن بقى مفيش احلى من كده. بصوا يا جماعه، شايفين كلها لحم. هتقطعيها زي ما انا قلت وهتعبيها في الاكياس، يا اما تعبيها في علب وتحطيها، ده راجع لك انت. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما احطها في كيس كده وهخزنها عادي جدا، هتطلعيها قبل ما تشتغلي بيها شويه وما تخزنيهاش جامده، خزنيها تكون لا مستطريه قوي لا حلوه كده تقدري تتكي عليها، يا اما تخزنيها في الاكياس زي ما انا مخزناها كده وكده جميل جدا. طب انا عايزه احط لها سكر والله براحتك بقى، انا بخزنها كده وبشتغل فيها كده. هي ديت بتاعه الخزين، شغاله على كله، خزين بقى، اكل، عصير، راجع لك. وكده يا حبايب قلبي اظن مفيش اسهل من كده، حلقه سريعه وجميله جدا، ويا رب الحلقه تكون سهله وخفيفه وتنال رضاكم. شكرا لكم يا حبايب قلبي، وسلام عليكم في حلقه جديده. كنتم مع اميره حسن، سلام عليكم.